السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدي قناة كركوك الفضائية، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة معي أنا عمار الصالحي. ترتيب أوراق المكون العربي، الانقسام العربي في كركوك، الاستحقاقات المقبلة للمكون العربي، التخالفات القادمة للمكون العربي، وخارطة الانتخابات السياسية القادمة. أيضا موضوع الزعامة السنية يعود إلى الواجهة من جديد. كل هذه المحاور سوف أطرحها على ضيفي في الاستوديو في هذه الحلقة، الدكتور قصي العجيلي، أكاديمي وأستاذ جامعي. حياك الله دكتور، وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا، وشكرا لتلبية الدعوة. حياك الله. أيضا الأستاذ هيثم السبتي، السياسي العربي. حياك الله وشكرا لتلبية الدعوة، وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا. خليني أبدو وياك دكتور قصي على المشهد السياسي الحالي في محافظة كركوك. في البدء نشكرك أستاذ عمار على الاستضافة، وأرحب بك وبجماهيرك، جماهير برنامج بصراحة، وعلى الأخ السياسي الشاب هيثم السبتي. بالنسبة للوضع السياسي في كركوك حقيقة يحتاج إلى إعادة ترتيب، إلى إعادة هيكلة. الوضع السياسي في كركوك وخاصة العربي يحتاج إلى قيادة عربية تمتلك فكر ورؤية مستقبلية لانتشال الوضع الحالي. حقيقة اليوم احنا على أبواب انفجار سياسي بدخول تحالف سياسي قوي قد يتكون من سيادة وعزم، وسنتطرق إلى هذا الموضوع. نعم. ولكن حقيقة احنا الوضع العربي في كركوك يفتقر إلى، يعني منذ 2003 وبعد 2003 يفتقر إلى رؤية وخطة سياسية منهجية موضوعة من قبل الإدارات العربية السابقة التي استلمت زمام الأمور. للأسف هنالك تقصير واضح وظهر أثره على المواطن العربي. اليوم المواطن العربي مستاء من الوضع العربي السياسي في كركوك. تقديم الخدمات وضع مزري، التفاعل مع أمور وحاجات المواطن العربي في كركوك ضعيفة جدا، لا ترتقي إلى مستوى طموح المواطن العربي في كركوك. وحتى المراقب للشأن السياسي في كركوك يلاحظ أنه هنالك فجوة كبيرة بين السياسيين في الأحزاب العربية السياسية في كركوك وبين المواطن أيضا في كركوك. حقيقة اليوم نحن لا نمتلك حزب سياسي عربي في كركوك. كل الأحزاب السياسية الموجودة في كركوك العربية هي أحزاب طارئة وخارجة عن كركوك وعن إرادة كركوك وعن القرار العربي في كركوك. نعم، خلينا نشوف رأي أستاذ هيثم في هذه النقطة. جميع الأحزاب السياسية في محافظة كركوك لا تمثل العرب في كركوك. جميع هذه الأحزاب العربية الموجودة في كركوك هي أحزاب طارئة كما أشار الدكتور قصي العجيلي. هل فعلا لا يوجد حزب سياسي عربي يمثل الشارع العربي في كركوك؟ أهلا أستاذ عمار، وأهلا بزميلي وصديقي العزيز دكتور قصي. أنا عندي رأيين. نعم. أختلف نوعا ما مع زميلي دكتور قصي في أن الأحزاب طارئة على كركوك. لا بالعكس، هنالك أحزاب عربية موجودة حقيقية، ولكن ليس بالمستوى المطلوب، وهنالك أحزاب قياداتها خارج المحافظة. فبالتالي أعتقد هنالك نوعين من الأحزاب في كركوك: أحزاب خارجة عن المحافظة، وهنالك حزب يسمى التحالف العربي. التحالف العربي الذي يقوده أستاذ راكان الجبوري هذا حزب سياسي عربي، لكن غير مفعل على أرض الواقع بعمله التنظيمي وعمله السياسي على مستوى المحافظة. فقط عندما تأتي الانتخابات يتفعل هذا الحزب، وإنما الأحزاب الأخرى بالتالي هذه هي عملية سياسية. هنالك زعامات موجودة في البلد وهي حقيقية مثل الزعيم والرئيس محمد الحلبوسي. فهذا حزب تقدم اليوم يمثل المكون السني الأكبر على مستوى البلد. فبالتالي بكل تأكيد أن حزب تقدم له أفرع في المحافظات. فبالتالي يمثل حزب تقدم في كركوك معالي الدكتور محمد علي تميم اللي هو مسؤوله في كركوك ونائب رئيس الحزب بشكل عام على مستوى البلد ككل. وبالتالي هنالك حقيقة هناك إخفاق موجود بما ذكر أخي وزميلي دكتور قصي أن الأحزاب جميعها في كركوك هي ليست
ليست لديها الخبرة وليست لديها العمل الكافي الحقيقي بأن يكونوا حقيقيا أحزاب منظمين يملكون أدوات تنظيمية حقيقية ويمكنون الشباب في أماكن مهمة ومميزة، وحتى في الأقضية والنواحي هذه الأحزاب معطلة بشكل تام، حتى التحالف العربي وحتى حزب تقدم الذي يترأسه الدكتور محمد علي تميم. فقط حزب تقدم يملك مكتب واحد في المحافظة، وهذا الحزب في الأسبوع أو في مرة أو مرتين يفتح يستقبل المواطنين، أو نوات ما يستقبل المواطنين. أما التحالف العربي معطل نهائيا، فقط في وقت الانتخابات تظهر هذه الأحزاب، واعتقد هذه النظريه خاطئه يجب تصحيحها. نعم، خليني ارجع في هذه الحيثيه الى دكتور قصي. دكتور قصي اشار نقطه استاذ هيثم بانه التحالف العربي معطل ولا يفعل نشاطاته فقط في وقت الانتخابات، عكس حزب تقدم بزعامه الحلبوسي الذي هو يتصدى للمشهد السياسي العربي في كركوك. نعم، بالنسبه على مستوى العراق اجمع الأحزاب السياسية في كل محافظة، سواء كان تقدم أو سيادة أو حتى عزم، أو الأحزاب الكردية أو التركمانية، وحتى أحزاب أخوتنا في الجنوب موجودة في كل المحافظات. ليس التحالف العربي فقط، كل الأحزاب الموجودة هي للأسف كما ذكرت هي أحزاب في وقت الانتخابات تبدأ تنشط فعالياتها وتستمر حتى الانتخابات، ثم تستحصل على ما تؤول إليه من مكسب سياسي انتخابي، ثم بعد ذلك تغلق هذه المكاتب الحزبية، ثم لتعود مرة أخرى أو تارة أخرى في الانتخابات القادمة. حقيقة اليوم هذه الأحزاب بمجملها، أي حزب تحت أي مسمى، لا تمتلك لا هدف ولا رؤية ولا رسالة، حتى من ضمن ولا مخطط تفصيلي. حزب تقدم. نعم، كل الأحزاب، نعم. أنا أتكلم بكل صورة وكل وضوح، كل الأحزاب الموجودة في كركوك، وهذا ما يعنيني وما يهمني وما يهم المواطن العربي والمواطن الكركوكي بشكل عام. نعم. أنه أغلب، وأتكلم بشكل خاص عن الأحزاب العربية، أنا لست مسؤولا عن الأحزاب الكردية ولا التركمانية والأحزاب الأخرى. الأحزاب العربية الموجودة هي أحزاب عائدة لشخوص خارج كركوك، والأحزاب العربية إرادتها مقيدة بقرار خارجي خارج عن كركوك، ولهذا تجد هذه الفوضى وهذه الفجوة ما بين هذه الأحزاب وما بين هذا المواطن. نعم. اليوم حقيقة مستاء من هذا الوضع، وأعتقد في الانتخابات القادمة ستكون نسبة مشاركة العرب قليلة جدا، وأنا أتحمل مسؤولية كلامي، قد لا تصل أو تصل إلى 40-42%، أي بما يعدل 8 إلى 10% أقل من انتخابات مجلس المحافظة السابق. نعم. ليش احنا ممكن نعاقب استاذ هيثم الجماهير اللي زحفت بانتخابات مجلس محافظة كركوك، خاصة اقصد هنا المكون العربي بنسبة 75%، بأحزاب لا تفعل، حتى من ضمنها حزب تقدم. إضافة إلى ذلك هناك إشكالية كبيرة كما أشار الدكتور قصي حول المناصب الموجودة الإدارية في محافظة كركوك وتعطيل عن مجلس محافظة كركوك. نعم أستاذ عمار، كل هذه المشاكل التي يشاهدها المشهد العربي السياسي هي لافتقاد الرؤية التنظيمية الحقيقية لدى الشباب. اليوم هنالك أعمال مفقودة لدى الشباب، وهنالك إمكانية وتمكن للشباب غير موجود. فبالتالي هذه الأحزاب إن ما فعلت كوادرها وفعلت تنظيماتها الحزبية والسياسية بشكل منظم ودقيق، وتفعيل الشباب وتفعيل النقابات وتفعيل الاتحادات بشكل مستمر وبشكل فعال في جميع قطاعات المحافظة من أبعد قرية إلى أبعد قرية في المحافظة، فبالتالي هذا الركام يصبح ركام متراكم على الأحزاب السياسية ويتعقد بشكل أكبر. عندما تأتي الانتخابات لا يستطيعون لملمة وشتات الأمور، لأن هنالك ولادة قوائم انتخابية جديدة، وهنالك كثرة ستحدث للمرشحين، وهنالك مشاركة ضئيلة للانتخابات القادمة بتصوري كما قال الدكتور قصي ب10%، وأنا أتصور إلى 15% أقل من الانتخابات السابقة، بسبب
عدم تفعيل كوادر حقيقية تنظيمية لهذه الأحزاب. وبالتالي أعطيك دليل في انتخابات مجلس المحافظة، لأن ما عندنا تنظيم حزبي ولا تنظيم إداري لهذه الأحزاب. يجي يدخل مرشح للبيت الفلاني، يطلع نفس الحزب، ورا ما يطلع يجي المرشح الآخر من نفس الحزب على هذا البيت نفسه. فبالتالي نعم، هل تقصد عدم تفعيل الكوادر الإدارية أم عدم خدمة المواطن؟ خدمة المواطن. بالتالي هي خدمة المواطن من خلال الحكومة المشكلة اليوم احنا ننتظر ونترقب بأن ترسم خارطة مشاريع، ترسم خارطة خدمات للمواطنين في محافظة كركوك. اليوم احنا نرى أن هناك تعطيل في الحكومة بسبب، تدرون، الشكاوي في المحكمة الإدارية من الجبهة التركمانية والأستاذ راكان الجبوري حول هذا الخصوص، وبالتالي هنالك تعطيل نسبي لهذه الحكومة. فننتظر إن شاء الله انفراجة قريبة في الوقت القريب لأن تستمر عجلة الإعمار والتقدم والمشاريع لهذه المواطنين وهذه الناس الموجودة اللي تنتظر هذه النقطة الأساسية اللي هي خدمتهم، فاللي هي معطلة بسبب الشكاوى الموجودة بالمحكمة الاتحادية أو بسبب النقمة اللي حصلت وراء الانتخابات وفقدان الأعمال التنظيمية الحزبية واستمرار التواصل مع هذه الكوادر أو الجماهير الحقيقية لهم والتوابع والحواضن الجماهيرية الفعلية الحقيقية المتوازنة مع الرؤية التي انبثقت لها وطرحتها في انتخابات مجلس المحافظة، وهنالك خمول واسع لدى الجمهور. نعم، خلينا نشوف رأي دكتور قصي قبل لا نذهب على خارطة الانتخابات المقبلة وأيضا التحالفات والتحالف الجديد اللي مشكل داخل القوائم السنية أو القوائم العربية. شلون شفت توزيع المناصب في محافظة كركوك؟ أستاذ عمار، بالبداية لو نرجع بالتاريخ، في حلقة سابقة استضافتني جنابك. نعم. أنا واحد الأساتذة، أعتقد الأستاذ أحمد العزاوي، قلت لك الجمهور بعد تشكيل حكومة فندق الرشيد، الحكومة الحالية للمحافظة، قلت لك الجمهور العربي منقسم 3 أقسام: قسم مؤيد لهذه الحكومة، وقسم يراقب هذه الحكومة، وقسم معارض لهذه الحكومة. حقيقة بعد تشكيل هذه الحكومة ومرور تقريبا ما يقارب 6 أشهر لم نجد أي دور إيجابي لهذه الحكومة، وبالتالي هذه الحكومة فقدت الكثير من الجماهير. أنا أتكلم عن الجماهير العربية حصرا. نعم. فقدت الكثير من الجماهير العربية. الأخ كاكر يبوار حقيقة يحاول أن يجمل هذه الحكومة، قد تكون بأساليب لا ترتقي إلى مستوى الطموح. يعني أنا جنابي في موقف أشدت له بأنه استجاب لامرأة عربية انتخى لها، تم هدم بيتها وانتخى لها الرجل. وفي حادثة أخرى انتقدناه عندما انتقم طفل عربي انتقد الحكومة السابقة بلباس عربي، وهذا يسيء للكون العربي، لأن الحج راكان المحافظ السابق هو رمز من رموز المحافظة. وبالتالي هذه الأمور لا ترتقي إلى مستوى رجل دولة يريد أن يعدل. أنا ملاحظتي وكلامي للأخ كاكر يبوار، إذا أراد أن يكسب إرضاء الشارع العربي حصرا وأنا أتحمل وأتكفل كلامي هذا، إذا خرج المعتقلين الأبرياء حصرا من السجون في السليمانية أو أربيل، أضمن له رضا العرب عنه وإقامة تمثال، وسيكون أول تمثال له في محافظة كركوك في منطقة العروبة، وبعيدا عن الزعامات العربية الموجودة. يعني اليوم احنا نريد من عند المعتقلين الأبرياء ولدنا أبنائنا يجيبهم إنه بعيدا عن الزعامات العربية الموجودة، وأنا أكفل له بمؤتمر كبير وتمثال يقام في منطقة العروبة حتى يكسب رضا الناس. الناس لن ترضى عنه لا بملامسة طفل ومداعبة آخر وعواطف الناس تريد أبنائها، تريد تعرف مصير أبنائها. ولهذا احنا اليوم حقيقة ردة فعل سلبية، شعور سلبي تجاه هذه الإدارة بمجملها عربا وكردا وتركمانا. والدليل هنالك معارضة أخرى أيضا موجودة تتألف من أكراد وعرب وتركمان ضد الحكومة الحالية. نأمل في الوقت القريب أن تعالج هذه الأمور وأن تستقر. حقيقة أكو حتى وضع أمني هش موجود في محافظة كركوك. هنالك حادث وهنالك حادث آخر بين تارة بين زمن، هذا أيضا بدأ مؤشر آخر. نتمنى ونسعى ونطمح أن يكون الوضع القادم أفضل لكركوك بجميع أطيافه وبجميع ألوانها وأشكالها. نعم. أما بالنسبة المناصب الإدارية فهي وزعت على أساس عشائري وعلى أساس عوائل.
نعم، يعني أيضا ليس فقط على أساس عشائري، وإنما أيضا على أساس عائلي. نعم. خليني أشوف رأي أستاذ هيثم بالتحالفات التي سوف تشكل أو بدأت بالتشكل في محافظة كركوك أو حتى على مستوى العراق، فيما يخص نشهد أن هناك عزلة للسيد الحلبوسي في هذا الطرف. جميع المشهداني وأيضا السامرائي وأيضا الخنجر وجميع الزعامات السنية، بالمقابل هناك عزلة أو استهداف للسيد الحلبوسي. كيف ستؤثر على خارطة الانتخابات القادمة؟ نعم أستاذ عمار، أنا برأيي كمواطن عربي نعم، وكسياسي عربي مراقب للمشهد، وأتمنى أن لا تعكس الخلافات في بغداد علينا في كركوك. قضية كركوك قضية جوهرية بالنسبة للعرب بشكل عام في بغداد وفي العراق بشكل عام، أن لا يعكسوا خلافاتهم السياسية هنالك على بغداد، على كركوك العفو. فإن كركوك يجب أن يتوحدوا وأن يتركوا هذه الخلافات فيما بينهم، وأن يدخلوا في قائمة واحدة أو بأبسط الاحتمالات قائمتين. وهنالك محتملات وهنالك معطيات بأن يدخل العرب إلى 3 قوائم أو إلى 4 نتيجة لخلافات في بغداد. فهذه الخلافات تتمناها أن لا تنعكس سلبا على محافظة كركوك، وأترجاهم رجاء أخوي من مواطن عربي في كركوك أن يبعدوا عن الصراعات الزعامات السياسية في بغداد، وأن لا تصب سلبا تنعكس سلبا علينا في كركوك، وأن يتوحدوا في كركوك في قائمة واحدة أو في قائمتين. أبسط مثال وأبسط ترجي لهم، لأن هذا يضر على رؤية الناخب في محافظة كركوك، ويؤدي ذلك إلى نقمة على الأحزاب السياسية جميعها بشكل عام. أعتقد هنالك سيكون انخفاض واسع بنسبة 10% أو إلى 15% في انتخابات مجلس المحافظة، نتيجة للصراعات الموجودة في المحافظة من خلال تشكيل الحكومة عن طرف آخر، أو عن طريق الخلاف في الزعامة في بغداد بين الخنجر وبين الرئيس الحلبوسي. وهذا الخلاف في بغداد نراه اليوم ينعكس سلبا على سياسة في محافظة كركوك، وهذا أمر خطير جدا. أتمنى أن يركزوا أن خلافاتهم في بغداد والمناطق الأخرى لا يأتي وينتقل هذا الصراع إلى محافظة كركوك، فبالتالي المواطن الكركوكي العربي هو المتضرر الوحيد من هذه الانقسامات وهذه الخلافات الموجودة في بغداد. نعم، خلينا نشوف رأي دكتور، وكأنما نشعر أن الخلاف هو ليس خلاف فقط على المنصب، وإنما هناك بلورة لزعامة سنية أو صراع لزعامة المكون العربي تدور ما بين الخنجر أو التحالف الذي يشكل في الآونة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة ضد الحلبوسي. هل هو فعلا صراع للزعامة السنية في العراق؟ نعم، حقيقة بالنسبة للتحالفات أو بالنسبة للزعامة السنية، نعم، قبل انتخابات المجالس المحافظات أو حتى البرلمان، كان قبل الانتخابات كان هنالك حرب شرسة بين السيد الحلبوسي وبين السيد الخنجر، تمثلت في رئاسة مجلس النواب بالضبط. ثم بعد ذلك اتفقوا فيما بينهم، تمام، كتحالف قوي شكل على ضوئه اللي هو تحالف إدارة الدولة. ثم القرار المفاجئ للمحكمة بإبعاد السيد الحلبوسي عن إدارة مجلس النواب. حقيقة هذه الانتخابات وهذه التحالفات وهذه الزعامات السنية هي مجرد أسماء لمصالح شخصية، وهنالك إرادة دولية تفرض على سين من الناس من المكون، سواء كان السني أو مع احترامي للمسميات السني أو الشيعي أو الكردي، أكو إرادة خارجية لها تدخل مباشر بصورة سواء كانت مطلقة أو جزئية على فرض هذه الزعامات السنية وفقا لمصالحها. أي أن الدول الإقليمية المحيطة بالعراق لها تأثير إيجابي، ومن حقها للحفاظ على أمن هذه تأثير الدول. إيجابي تقصد للدول الخارجية، نعم، وسلبي على الداخل. تأثير إيجابي للدول الخارجية للحفاظ على أمن هذه الدول، بينما هو تأثير قد يكون سلبي على الأثر السياسي العربي بشكل عام في العراق والأثر السياسي السني. للأسف في كركوك لا توجد أي رؤية ولا أي رسالة ولا أي أهداف تمثل مكونات بناء دولة،
وتحقيق رخاوة وفرض أمن ودولة، وكذلك سبل العيش الهنية للمواطن كائن من يكون. يعني اليوم أبسط حالة، إحنا اليوم من نقسم المواطن العراقي بين عربي وكردي وتركماني وسني، هذه مزقت وشتتت المواطن العراقي. في المواطن العراقي زادت الشرخ بين المواطنين، لم توحد. بالعكس، انظر إلى النظام السوري الجديد عندما أتى إلى الحكم كان شعاره أن سوريا للجميع ولا توجد طوائف، كلهم واحد، إرادتهم واحدة، قرارهم واحدة، حقوقهم واحدة تحت قانون يحفظ كرامة المواطن في سوريا. المواطن العراقي بشكل عام بعد 23 سنة أو أكثر من 20 سنة يريد نظام يحافظ على كرامة الإنسان أيا كان انتماءه، وهذا غير معيب. أي انتماء سواء كنت عربي أو كردي أو سني أو تركماني أو إلى آخره، يريد مقومات دولة حقيقية ورجال دولة حقيقيين. يعني أبسط مثال، أضرب لك مثال بسيط. اليوم المواطن العربي في كركوك ما عنده أي مشكلة إذا كان المحافظ كردي أو تركماني، ما عنده أي مشكلة. والدليل عندما كان المحافظ السابق الدكتور نجم الدين، أغلب العرب وخاصة مناطق الحويجة انتخبت نجم الدين عندما كان في بدايته وكان يعمل بصورة صحيحة، ولكن في الأخير للأسف ساءت الأمور وقدر الله وما شاء فعل. أنطيك مثالين على دعم العرب للإخوة من التركمان. المثال الثاني، عفوا المثال الأول ضربته دكتور نجم الدين. المثال الثاني عندنا الأستاذة الدكتورة علياء عباس العطار، وهي من القومية التركمانية، امرأة أكاديمية من عائلة أكاديمية موجودة، ترأس رئاسة الجامعة التقنية الشمالية اللي تضم محافظة صلاح الدين نعم والموصل وكركوك، وهي امرأة ناجحة استطاعت أن تبدع في كثير من الإنجازات، واستطاعت أن تقفز قفزة نوعية من واقع إلى واقع آخر. وبالتالي اليوم المواطن العربي والمواطن الكردي والمواطن التركماني في هذه المحافظات الثلاثة يدعم هذه المواطنة، يدعم هذه الامرأة، يدعم هذه الشخصية، لأنها خدمت بشكل عام، لم تفرق بين سين وصاد من الناس، وقدمت خدمة حقيقية وإنجاز على الواقع وليس على الورق. وأنا وغيري من الأكاديميين السياسيين ندعم هذه الشخصية، بل نتأمل أن تكون وزيرة للتعليم، لأنها خدمت وقدمت، لم تميز بين عربي أو كردي أو تركماني، وازنت وساوت بين الشباب وبين الخبرة الأكاديمية، استطاعت أن تجلب العديد من التعيينات، استطاعت أن تجلب استحداث العديد من الكليات، استحداث العديد من المناصب، وهلم جرة قطرة من بحر هذه الإنجازات. ولكن القصد هو مثال حي على أن المواطن العربي يدعم أي شخصية من أي قومية إذا ما كان عادلا وله رؤية ورسالة وأهداف تخدم المواطن بشكل عام. نعم، خلينا نشوف رأي أستاذ هيثم فيما يخص التدخلات الخارجية اللي أشار عليها الدكتور قصي. هل فعلا التدخلات الخارجية لها أثر قوي في المشهد السياسي في العراق وكركوك؟ نعم أستاذ عمار، لا يخفى علينا جميعا كمواطنين كركوك بشكل عام والمكون العربي بشكل خاص هنالك تدخلات علنية وبشكل مباشر في السياسة العربية في محافظة كركوك. هنالك نرى تدخل تركي بشكل واضح، وهناك تدخل حتى إيراني بشكل واضح، وتدخلات من أطراف دولية أخرى على المشهد السياسي في كركوك. لكن بالتالي هذا التأثير سبب انعطافة سلبية لدى المواطن الكركوكي، بأنه يرى أن قادته ينطاعون أو يخضعون لجهات خارجية. فبالتالي أعتقد يجب على السياسيين العرب أن يكون قرارهم السياسي وقرارهم الخدمي قرار عراقي بحت، وأن تكون بغداد هي مرجعيتهم الوحيدة، وأن تكون بغداد هي الأم، وأن تكون هي مصدر القرار، وأن تكون مصدر الإلهام ومصدر القوة لهم، ولا يلتفتوا أو يتعظوا للتدخلات الخارجية أو الإقليمية، لأن مصلحة المواطن اليوم في كركوك هي مصلحة جوهرية تنم على وحدة العراق وعلى استقلالية العراق، وبعدم التدخل في المشهد السياسي، لأن المشهد السياسي اليوم في محافظة كركوك مشهد للأسف معقد جدا، وخصوصا كل القوميات ليس في العرب. لاحظنا قبل أيام طرد نائب محافظ كركوك السيد حميد ياوز من القومية
قومية تركمانية بتصرف غير أخلاقي للأسف في مجلس عزاء، وهذا ينم على أنه في كركوك هي بركان من الأزمات وبركان من الخلافات بين المكونات جميعها بلا استثناء. المكون العربي لديه خلافات جوهرية بينهم، والمكون التركماني قبل أسبوع أن ظهر هذا الخلاف بشكل مباشر وبشكل علني على الإعلام بطرد غير أخلاقي أعتبره، بطرد غير مسؤول السيد حميد ياوز الذي هو يشغل منصب نائب محافظ كركوك من القومية التركمانية. فبالتالي أعتقد يجب إبعاد الصراعات الخارجية والإقليمية والتدخلات عن خدمة المواطن، لأن اليوم السيد حميد ياوز هو رجل ممثل في حكومة كركوك المحلية المنتخبة، فبالتالي أعتقد هذه التصرفات مسؤولة على الشخص نفسه وعلى الواقع في كركوك، انه خلافات جوهرية حقيقية موجودة فعلا. نعم أستاذ هيثم، ماذا يحصل داخل المكون العربي من ناحية التحالفات؟ هل فعلا هناك عزلة للسيد الحلبوسي مقابل المحور الآخر للسيد المشهداني والخنجر والسامرائي؟ هل هناك أجندات خارجية لتشكيل هذا المحور دون الحلبوسي؟ نعم أستاذ عمار، لاحظنا في الفترة الأخيرة والأيام الأخيرة هنالك مساعي لخروج تحالف انتخابي في كركوك. نعم. يبعد تقدم عن هذا التحالف اللي هو يضم حزب السيادة وحزب عزم وحزب الجماهير الوطنية أن يشتركوا في تحالف واحد، أو ممكن يشتركوا في تحالفين. في التحالف العربي يدخل منفردا اللي يقوده أستاذ راكان الجبوري، وتحالف عزم والسيادة في تحالف آخر مشتركين بعيدا عن تقدم. فبالتالي هذه صورة واضحة ورسالة واضحة على أنه رسالة خلافية قوية بين الزعامات، وهنالك هجمة شرسة تحاك ضد السيد الرئيس الحلبوسي وضد الدكتور محمد علي تميم وزير التخطيط لإبعادهم من المشهد أو استهداف جماهيرهم أو كثرة التحالفات في هذه المحافظة. فأنا بعتقد هذه التحالفات يجب أن تكون في تحالف واحد أو تحالفين. الوضع العربي في كركوك لا يتحمل لثلاثة أو أربعة تحالفات. إن كانوا في تحالف آخر يجب أن لا ينشقوا إلى تحالف ثالث، لأن التحالف الثالث يعطي انعكاسا سلبيا على المواطن العربي بأن لا يخرج إلى الانتخابات، وستكون نسبة ضعيفة. هذا ما لا نتمناه أن يحدث أستاذ عمار، لأن هذه الخلافات بين الزعيم الحلبوسي وبين السيد الخنجر انعكست سلبا على محافظة كركوك، ورأينا هذا الخلاف قد تمخض إلى خروج تحالف انتخابي ومحتمل تحالفين والتقدم في كركوك. هي المشاركة السياسية اختيار شخصي وحرية شخصية بالتالي، ومن حقهم مشاركة في تحالفين أو في ثلاث. لكن اليوم القضية في كركوك يجب أن لا تدخل صراعات الزعامات في بغداد في كركوك، وأن يدخلوا في قائمة أو قائمتين لا أكثر، حتى يكون هنالك مشاركة للناخب العربي وأن تزداد فرصة المشاركة في الانتخابات. لأن هذه الصراعات وهذه الهجمات وهذه الإبعاد للسيد الحلبوسي والسيد الدكتور محمد تميم في كركوك أعتقد سلبية على الوضع في كركوك. نعم، خليني أن أحكي وياك في موضوع مهم دكتور قصي. كيف نفعل بشكل كبير دور مجلس محافظة كركوك؟ ماذا على النواب العرب في مجلس محافظة كركوك أن يفعلوا لخدمة أهالي كركوك، أو على أقل تقدير لخدمة الجمهور العربي في محافظة كركوك؟ ما هي الخطوة القادمة؟ حقيقة بالنسبة يعني مو بس أعضاء العرب ولكن جميع الأعضاء، لأنه جميع الأعضاء سواء العرب أو الكرد أو التركمان فعاليتهم في الشارع الكركوكي فعالية ضئيلة لا ترتقي إلى مستوى الطموح، تكاد تكون صفرا، مجرد استقبالات وزيارات ما بين المستشار الفلاني والمحافظ وكذا وإلى آخره، بعيد عن المواطن وحاجة المواطن. اليوم المواطن الكركوكلي بشكل عام يحتاج إلى نزول عضو مجلس المحافظة إلى الشارع وملامسة ما يحتاجه المواطن العربي حتى لو كان رافض للإدارة الجديدة هو لديه أمانة بأن أنا انتخبتك. نعم. ما تقعد بالبيت. نعم. لك تحفظات على الإدارة الجديدة. نعم. لكن أنا شنو ذنبي؟ اليوم سواء كانت هذه الإدارة أو غيرها بهؤلاء الشخوص أو غيرهم، اليوم المواطن يريد خدمة،
المواطن يطمح إلى خدمة، يطمح إلى خدمة حقيقية تلامس احتياجات المواطن. اليوم المواطن مدى يشوف أي خدمة حقيقية من قبل أي عضو، يعني مع احترامي مجرد حبر على ورق. المواطن حتى يرضى على الإدارة الحالية تحت أي مسمى ولأي شخص ولأي عضو، يجب أن تكون هنالك استراتيجية وخطة واضحة للمشاريع الخدمية لكل منطقة من مناطق كركوك، وكذلك توزيع المناصب الإدارية في جميع دوائر كركوك، وكذلك اختيار الشخوص والكفاءات المناسبة والملائمة لكل منصب حتى يقدم خدمة. وضربت لك مثال للدكتورة علياء، قدمت خدمة وهي امرأة تركمانية وكأنك تشير دكتور، عذرا المقاطعة، كأنك تشير بأنه من استلم المناصب العربية غير كفؤ، أو من استلم المناصب العربية وزعت على أساس عشائري أو عائلي، ليس على أساس المهنة والكفاءة. مع جل احترامي، يعني أكيد توزيع المناصب كان على أساس عشائري ضيق، يعني لا نظم العشائر لأنه وزع على أساس عشائري ضيق، وأكيد على أساس عائلي. لست أنا من أدعي ذلك، إنما اقرأ الأسماء والمناصب وعلى من وزعت، سوف ترى بأم عينك أنها وزعت على أساس عوائلي وعلى أساس عشائري ضيق. ومع كل احترامي قد نرضى بهذا التوزيع إذا ما حقق شرط أنه يقدم الخدمة الحقيقية للجميع بالنسبة للمواطن العربي، وكذلك بالنسبة للأعضاء الأخر لكل مواطني كركوك. نعم، هنالك نقمة من الشارع العربي تجاه أعضاء مجلس المحافظة. اليوم في المناطق العربية في الداخل عضو مجلس المحافظة بعيد جدا البعد عن المواطن العربي، عن احتياجات هذه المناطق، وبالتالي سيكون ردة فعل سلبية في الانتخابات القادمة، ستتفاجأ التحالفات السياسية التي تشكل إن حدثت انتخابات ولم يحدث تغيير. سيكون نسبة المشاركة العرب في هذه الانتخابات نسبة لا ترتقي إلى مستوى الطموح، وسيكون عدد أعضاء مجلس النواب أقل مما كان عليه في الانتخابات السابقة، وبالتالي الخاسر الوحيد هو المواطن العربي، لأن المواطن العربي لا يمتلك حزب حقيقي يمثل إرادة عرب كركوك من الداخل، وإنما هي أحزاب شكلت من خارج كركوك وقرارها من خارج كركوك. وأنا حقيقة أستغرب من كل القيادات الموجودة والزعامات والمسميات الرنانة الموجودة والتي تمثل العرب في كركوك، لماذا لا يخرج تحالف أو حزب عربي من داخل كركوك بعيدة عن تقدم، بعيدة عن سيادة، بعيدة عن عزم، بعيدة عن تحالف أو حزب الجماهير، يخرج حزب سياسي عربي بأهداف ورؤية ورسالة لقادة يضم الجميع، يكون الاختيار وفق الكفاءة، وبالتالي سيلتف الجمهور العربي حول هذا الحزب. لماذا دائما الأحزاب السياسية العربية أحزاب مشكلة من الخارج؟ لماذا لا يكون إدارة حقيقية؟ لماذا هذه الزعامات لا تشكل أحزاب؟ أنا أعتقد أن الخلل في هذه الزعامات وعقلية هذه الزعامات في إدارة هذا البلد. العراق بلد عريق يحتاج إلى قيادات عريقة، أصحاب فكر، أصحاب رؤية، أصحاب رسالة، تستطيع بناء دولة، لا أن تقيم تحت مسميات شكلية أحزاب أو كيانات أو تحالفات وهي هدفها مصالحها الشخصية وقيام ممالك حزبية سياسية تفرض واقع حال سلبي على المواطن العربي بشكل خاص وعلى المواطن في كركوك بشكل عام. وذلك نصيحتي عليهم بأن يعيدوا حساباتهم في المرحلة القادمة، وإلا سيكون ردة الفعل رد صادم تجاه الأحزاب السياسية العربية وخاصة الزعامات الموجودة في كركوك. وناصح أمين أن تكون التحالف أن يلتف الجميع حول مسمى التحالف العربي لينهض من جديد بالواقع ويقدم الخدمة لكل مواطني كركوك بشكل عام. نعم، خلينا نشوف رأي أستاذ هيثم. أستاذ هيثم، دكتور قصي يدعو إلى الالتفاف حول التحالف العربي ويؤكد على نقطة بأنه لماذا لا تشكل قائمة عربية موحدة أو زعامة عربية موحدة داخل كركوك؟ ليش زعامة من الحلبوسي هو من الأنبار، زعامة للسامرائي هو من سامرة، زعامة للجبوري وهو من صلاح الدين؟ ليش ماكو زعامة عربية سنية في كركوك؟ نعم أستاذ عمار، أنا كمواطن عربي أو كسياسي عربي أعتقد عدم وجود إرادة حقيقية من السياسيين العرب لخوض هذه التجربة اللي أعتبرها هي التجربة اللي
استنهاض للعرب، والتجربة اللي ستكون بيت حقيقي جامع للعرب. أعتقد أنها بعيدة جدا عن الواقع اللي إحنا نتمناه ونريده، أن يكون هنالك حزب عربي جامع حقيقي يحتوي جميع الأطراف العربية بجميع عشائرهم، بجميع شخصياتهم، بجميع أكاديميهم، بجميع توجهاتهم تحت هذه الراية وتحت هذا الحزب. الطبيعة العشائرية ممكن تفرض على هذا الشيء، ما بين هناك خلافات ما بين بعض العشائر بالتالي ممكن تتوحد. بالضبط، اكو هنالك خلافات عشائريه موجوده، لكن احنا اليوم كقضيه عربيه او كخدمه الجمهور العربي تقتضي ان ندخل في حزب واحد، وان يكون للعرب تنظيم حزبي حقيقي ذات رؤيه وذات تنظيم وذات رؤيه شامله واسعه تحتضن جميع هؤلاء الشباب، هؤلاء القيادات الشبابيه الناضجه واللي تحمل افكار اكاديميه وافكار ذات مستقبل حقيقي بجميع المكونات، من اطراف الحويجه الى اطراف الدبس الى اطراف داقوق، بان ينجمع تحت لواء حزب واحد. لماذا هذا الخلاف؟ لانه عدم وجود هنالك اراده حقيقيه من الزعامات العربيه الموجوده، فبالتالي هذه الاراده مفقوده، ونفقد هذا الشيء في كركوك ان نحظى بحزب جامع عربي. وبالتالي هنالك في كركوك نلاحظ 3 أو 4 أحزاب عاملة في كركوك: حزب تقدم والسيادة وعزم والجماهير، ومحتمل تدخل أحزاب أخرى في المحافظة وقياداتها من خارج المحافظة، وقياداتها جميعها من خارج المحافظة، إلا في فقط حزب تقدم اللي يشغل نائب الرئيس هو الدكتور محمد تميم، يعتبر نائب رئيس حزب تقدم، ولكن بالتالي أيضا يعتبر تقدم من خارج المحافظة. فأنا أستبعد خطوة أن يكون بيت سني، بيت عربي جامع لهذه المحافظة، لأن الإرادة مفقودة للأسف. نعم، خلينا نشوف رأي دكتور قصي. شلون نشوف خارطة الانتخابات المقبلة في محافظة كركوك؟ هل سيستطيع العرب لملمة أوراقهم والاستفادة من التجربة اللي حصلت بمجلس محافظة كركوك حتى لا تكرر في الانتخابات النيابية المقبلة؟ بالنسبة للانتخابات القادمة إن حدثت أو التحالفات الانتخابية القادمة، أنا أعتقد كسابقاتها لا تختلف كثيرا، ولكن أجزم أنه سيكون هنالك إخفاق أو سيكون هنالك ردة فعل سلبية تجاه الانتخابات القادمة من المواطن العربي، بسبب أنه ما قدم للمواطن العربي ما بعد انتخابات المحلية لمجلس المحافظة هو كان سلبي وغير إيجابي. وبالتالي ستكون هنالك ما لا يقل عن 4 تحالفات موجودة داخل محافظة كركوك عربية أقصد، وهذه التحالفات ستتوزع ما بين مناطقية وما بين عشائرية يقودها الزعامات العربية الموجودة الحالية، وأيضا تفتقر لرؤية واضحة وتنظيم واضح. اليوم أي حزب أو أي تحالف لا يوجد له تنظيم شبابي، تنظيم نسوي، تنظيم أكاديمي، لا توجد له نقابات، لا توجد له أي فعاليات، لا توجد له تعاون. يعني اليوم احنا لو كان أي حزب من هذه الأحزاب حتى إن كانت طارئة على كركوك، لو كانت لديها رؤية وخطة واضحة للتعاون ما بين النقابة، مثلا على سبيل المثال نقابة المعلمين، نقابة الأكاديميين، نقابة الرياضيين، نقابة المحامين، ما بين جميع طوائف كركوك، مثلا نقابة المحامين الأخوة الكرد في الإقليم مع كركوك، وبالتالي تقريب وجهات النظر، تذويب التشنج الحاصل بين أبناء كركوك وأبناء العراق بشكل عام من الإقليم إلى الجنوب. هذه الرؤية المفتقدة والغير موجودة سيكون هنالك رد فعل سلبي. اليوم المواطن لا يشعر له بتمثيل سياسي موجود حقيقي، رغم أن المواطن العربي قد ذهب بنسبة لا بأس بها في الانتخابات المحلية وحقق نوعا ما يلبي طموحه، لكن الواقع الحال ما بعد الانتخابات فرض أمر آخر سلبي تجاه هذه الانتخابات. إذن سيعاقب الجمهور العربي القوائم العربية لما حصل في مجلس محافظة كركوك. ما ممكن أن يشكلوا أو يدخلوا في قائمة عربية واحدة؟ أجزم وأؤكد لك من خبرتي السياسية والانتخابات أنه لن تكون هنالك أقل من 3 قوائم، يعني 3 قوائم فما فوق، بسبب أن الزعيم الفلاني لن يقبل بالزعيم الفلاني الآخر من العشيرة الأخرى أو من المنطقة الأخرى
وبالتالي سيذهب الزعيم الفلاني ليتحد مع الزعيم الفلاني خارج بغداد ليشكل تحالف، ثم يذهب الزعيم الآخر إلى بغداد إلى الجنوب. الإطار الأخوة العرب الشيعة أيضا لهم تواجد، فيجب أن لا نبخس حقهم. أيضا عدم احتواء العربي السني للعربي الشيعي في كركوك، هذه أيضا نقطة سلبية. لو كان هنالك ائتلاف ما بين العرب السنة والعرب الشيعة، وعذرا لهذه المصطلحات، لحقق المواطن العربي بشكل عام قد أو جزء مما يطمح له استبعاد المواطن أو استبعاد الإرادة الشيعية من ناحية الانتخابات. ودائما ما تسلط الانتخابات على أبناء العرب السنة، كون أن المحافظة هي من الأغلبية السنية، وهذا أيضا له رد سلبي على الانتخابات القادمة. هذا أنا أطمح أنه أن يكون هنالك تحالف عربي حقيقي يمثل الإرادة العربية الحقيقية في كركوك. نعم. السنية والشيعية مع التحفظ على هذه المسميات. نعم، خلينا أشوف بالنهاية رأي أستاذ هيثم. ما ممكن أن يدخلون العرب في قائمة واحدة وإعادة ترتيب أوراق البيت العربي من جديد والدخول في قائمة عربية موحدة في كركوك؟ بالتأكيد أجزم ذلك بكل تأكيد أن يدخلوا في قائمة واحدة لعدة أسباب. السبب الرئيسي هو عدم وجود تنظيم حقيقي ذات رؤية حقيقية مسبقة. فهذه التحالفات وهذه الأحزاب ستدخل عند انطلاق أو قرب الانتخابات في المحافظة، فبالتالي فقدان التنظيم الحقيقي والتنظيم الحزبي والتنظيم الشبابي لا يسيطر على الأحزاب أن يدخلوا في قائمة واحدة، نتيجة لوجود الزعامات والتحفظات بينهم. لا يقبل فلان بدخول زعيم فلان في قائمة فلان، كل من يقول أنا فلان حزب فلان، صح ولا صح دكتور قصي؟ فكل عشيرة أو كل زعيم مكون لا يقبل بدخول زعيم السني الزعيم السياسي من العشيرة الأخرى. هذه الخلافات وهذه الأزمات هي متجذرة وعميقة وقديمة، وأعتقد أن سببها هذا هو عدم وجود التنظيم المسبق قبل الانتخابات بأشهر أو بسنوات، لأن هذا هو الذي أوصلنا بنا إلى مفترق طرق أو إلى تشتيت البيت السياسي العربي. نعم. إذا أمكن بس نعم. تعليق هنا. ناهيك عن الإرادة الخارجية في عدم الاتحاد في قائمة واحدة، أكيد تركيا لها تأثير واضح على الأخوة التركمان في كركوك. أكيد إيران، دولة إيران لها تأثير على المكون العربي الشيعي في كركوك. أكيد الدول العربية لها تأثير على المكون العربي السني في كركوك، وبالتالي تشكيل قائمة واحدة يتعارض مع مصالح كل دولة مجتمعة، وإنما كل دولة تحاول أن تحقق مصالحها، وهذه المصالح تكمن في تحالفات متعددة كل من يخدم رؤية هدفه وهدف هذه الدول التي تتدخل في الشأن السياسي العام في كركوك. نعم. أيضا عندك تعقيب أخير أستاذ هيثم في نعم. عندي دعوة إلى القيادات العربية في كركوك. نعم. أن لا يتفرقوا، وأن لا يحولوا خلافاتهم في بغداد إلى كركوك، وأن لا يحولوا هذه الزعامات إلى كركوك، لأن كركوك قضيتنا وأمانة في أعناقكم، وأن كركوك لا تتحمل إلى 3 قوائم. كركوك تتحمل قائمتين. كركوك تتحمل أن نكون مسؤولين، أن ننظم صفوفنا، أن ننظم حركاتنا السياسية، أن نكون مسؤولين، لأن هذه أمانة في أعناقكم خصوصا أنتم المسؤولون، لأن التشتيت هو مضر لنا جميعا كمكون عربي، وبالتالي نحن الخاسرون، وسيتعقد المشهد لكم في التحالفات القادمة وفي السياسة القادمة. فأنا هي دعوة صادقة لكم بأن لا تدخلوا إلا في تحالفين، وهذه أمانة صادقة ورسالة صادقة، لأن الجمهور الشباب العربي سيقول كلمته إن صار هذا الخلاف. نعم. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ هيثم السبتي السياسي العربي، شكرا لتلبية الدعوة، وأشكرك جزيل الشكر على كل ما أدليت به. الشكر موصول للدكتور قصي العجيلي الأكاديمي والأستاذ الجامعي، حياك الله وأشكرك لتلبية الدعوة. أيضا مشاهدينا الكرام الشكر موصول إليكم. وكيف ستكون ترتيب الأوراق للبيت العربي والبيت السني في محافظة كركوك، الزعامات السنية، وكيف سيكون التدخل من قبل بغداد في كركوك ومن قبل القيادات أو الزعامات في كركوك، إضافة إلى التدخلات الخارجية في المشاهد
المقبلة. أشكركم جزيل الشكر، تحياتي وتحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.